حلو تخبر. احنا سعيدين جدا بشوفتك اليوم بهذه الامسيات الرائعه البغداديه، لان انت فنان لك لمستك الخاصه حقيقه. سولف لنا ليش ما نشوفك هواي بهاي كذا مهرجانات؟ انا ما موجود بالعراق حقيقه، يعني عايش، الكل يعرف ان انا مقيم خارج العراق منذ اكثر من 32 سنه. بالسنوات الاخيره بديت اتردد وارجع للعراق، قد اكون بعيد جغرافيا عن العراق، ولكن انا موجود في العراق قلبا وقالبا، يوميا عايش العراق بكل تفاصيله. من حسن الصدف هذه الزياره الى وطني، الى بلدي، صدفه انه امسيت اخوي وصديقي الموسيقار مصطفى زاير وفرقته الرائعه، فوجه لي دعوه واتشرف، وانا سعيد جدا بحضوري بين هذا الكم الهائل من الجمهور. صار اكو اعمال جديده نشوفها لاحمد البحراني؟ والله يعني بالعراق حاليا ما عندي شيء، بس عندي خارج العراق اكيد، يعني عندي عمل كبير جدا. نقدر نغشش الجمهور؟ يعني مثلا الان راح يعلن عنه بعد يومين ثلاثه ان شاء الله كاس الدوري العراقي الجديد، هذا خلصنا من عنده ان شاء الله. وهناك مشروعين كبار الان اعدلهن على وشك ان يعلن عنهن، واحد في دوله قطر وواحد ان شاء الله في اذربيجان. والعمل مستمر وعلى صعيد المعارض الشخصيه. اعمالك احنا مميزه، وكل ما اعتقد اثنين يختلفون على حبها، لكن شنو العمل اكثر شيء انت تحب؟ شوف، اول شيء انا ما عندي شيء اعمال مميزه، كل اعمالي هي تجارب يوميه، تجارب بسيطه. هذا تواضع. لا ابدا متواضع، ولا احكي لك بكل صراحه، لانه العمل اللي احلم به لحد ما سويته. أنا عايش بروح الهواية، الشغف. تحلم به تريد توصل لهدف؟ أشياء كثيرة براسي، يعني أنا حلمي الحقيقي إنه أسوي شيء يبقى للتاريخ العراقي بالعراق إن شاء الله. هذا اللي أتأمله، يعني شيء بيمثل، يعني شيء يرتقي إلى مستوى نصب الحرية لجواد سليم، لأنه نصب الحرية هو رمز كبير. ومثل ما يقولون الأرقام القياسية وجدت لكي تتحطم. أنا أقول الأعمال العظيمة، عمل جواد عظيم، وجدت كي تولد منها أعمال أكبر. أتمنى أن أوفق في هذا، أتمنى التوفيق لكل زملائي الفنانين الرائعين اللي نتعلم من عندهم. بس كن واثق، وأقولها بدون أي مبالغة، أنا لا أزال أعيش روح الهواية والشغف هذا الموجود، والشغف انه انا لا ازال اتعلم يوميا، اقعد الصبح يوميا بروح الطفل الصغير اللي كل شيء ما انتج. هذه حقيقه نلقاها، صعب نلقيها، لان هذه المثابره والروح بدون الشغف، بدون الاحساس بروح الهوايه تفقد كل حياتك. يعني اكثر نحات متاثر به صراحه. والله انا يعني ما يمكن اكثر شخص اثر بي من ناحيه انسانيه هو استاذي عبد الرحيم الوكيل المرحوم، النحات الكبير، معلمي واللي علمني كل شيء. وبالفترة الأخيرة اللي أثروا بي جدا وخلوني أغير من مزاجي هم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء الأبطال الرائعين الموهوبين اللي اشتغلت وياهم عدة مشاريع، تعلمت منهم كل شيء هواية، تعلمت منهم يعني مثل ما يقولون بالشعبي خلوني أصفر عداداتي كلها وارجع أبدي من جديد. لأن هذا الطفل صاحب الاحتياجات الخاصة من يشتغل ينحت أو يرسم، يشتغل بدون ضغوط، ما يفكر أنه وراه معلم، أو ما يفكر وراه ناقد، أو يفكر يبيع عمله، فيشتغل بكل صدق وكل حب وكل شفافية. تعلمت منهم كثيرا، ذولا أساتذتي أعتبرهم. نتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله نشوفك على خير. شكرا.